أهلا بيكم. المكشكشة الحادقة أو بالجبنة هي بيتقال عليها مكشكشة في الفترة الأخرانية، أو ده الاسم اللي أطلق عليها عشان طريقة تطبيقها. لكن هي جلاش بالجبنة في الآخر، يعني عادي. بس طعمه حلو ويستحق التجربة. تعالوا سوا نشوفه بكافة تفاصيله. هيكون معانا لفة جلاش، وبعد كده كوباية من الجبنة الكريمي، ونص كوباية من القشطة، أو ممكن نستخدم الكمية كلها جبنة كريمي. كمان معانا جبنة مبشورة، ده ميكس جبن مع بعض، ممكن أي جبنة مبشورة، وزيتون متقطع رفيع أو مفروم رفيع، مفروم صغير يعني مش رفيع، ومعلقة زيت زيتون، ومعلقة نعناع. هشيل بقى الجلاش والجبنة والزيتون على الجنب، وأخلي دولت هحطهم مع بعض. انا هنا عايزه اعمل خليط، يعني اللي هو سهل الفرد. فانا دلوقتي هاخد عندي الجبنه والقشطه، وممكن تكون كلها جبنه، بس دي جبنه كريمي، ممكن كمان جبنه كريمي عادي وعليها جبنه كريمي تشيدر، يعني اي حاجه، اي حاجه تنفع. فباخد كميه الجبنه الكريمي واحط عليها معلقه زيت الزيتون ونعناع او زعتر او اي حاجه، واخلطهم كويس مع بعض بحيث ان انا دولت يبقوا سهلين الفرد ومفهومش اي تكتلات يعني. هاجي عندي الجلاش ابتدي افرد اللفة بتاعتي، وهي بتبقى كده عبارة عن ورق فوق بعضي، واخد ورقة ورقة هستخدمها. الورقة بقسمها نصين بالطريقة دي، وبعدين بفتحها، احط الحشوة بتاعتي من جوه، هبتدي ادهنها بالجبنة كلها كده. الجبنة السايلة تدهن على طول الجلاش كله. وبعد كده برش اللي هي الايه الجبنة المبشورة، وبعد كده الزيتون، وهلف الورقة احط النص التاني عليها كده، وبكده تبقى الحشوة عندي جوه الجلاش. يعني هي ورقة واحدة محطوط فيها الحشوة في النص، وابتدي اطبقها، اللي هي الكشكشة اللي بيقولوا عليها دي، او تطبيقة المروحة زي زمان، او اطبقها اي حاجة هطبقها بالطريقة دي يعني. كل ما اطبقها اضغط عليها بالطريقة دي. وطبعا عشان الجبنة يعني مدهونة كويس، والجبنة التانية مش محطوطة بكميات كبيرة، فبيبقى تطبيقها سهل. وفي صينية بكون دهنها سواء زبدة أو زيت أو حاجة زي كده، ابتدي أرص طبقات الجلاش اللي أنا هعملها، ابتدي أكرر كده في بقية الكمية لحد أما تتملي الصينية. بيجي عندي هنا الجوانب، طبعا كل واحد على حسب الصينية اللي عنده. انا ما كنتش عايزه يبقى فيه فراغات، فحطيت برضو ورقه مكشكشه كده من الجلاش على الحواف من الناحيه دي ومن الناحيه دي، عشان مش عايزه احط الخليط اللي بعد كده يتركز قوي في الجوانب، عايزاها تبقى كلها مقفله من كل حته. الخليط اللي هنسقي بيه الجلاش هيكون معانا بيضه، وكوبايه من اللبن، ودي نص كوبايه زيت على زبده سايحه، او ممكن تكون نص كوبايه زيت بس، وبحط عليهم ملح وفلفل. ده فلفل، وهحط بعد كده الملح، وادوبهم كويس مع بعض.
واسقي بيهم الصينية بتاعتي كويس. بعد ما تتسقي كده احاول احركها يمين وشمال عشان الخليط السائل يجي في كل حتة، عشان كده انا قفلت الجوانب كمان، لو ما كانتش متقفلة كنت حاسة ان هيتركز فيها السائل. وبرش على الوش كده، دي كانت حبة البركة، ممكن نرش زعتر، ممكن نرش سمسم، او ممكن ما نرش حاجة عادي. وبحطها في الفرن وبخليها حوالي نص ساعة عناية عليها كده لحد اما تحمر وتشرب السائل بتاعها، وهتحمر بالطريقة دي. وبس كده هي خلصت. طبعا تنفع صنف جانبي، تنفع عشاء، لذيذة جدا وطعمها حلو قوي. ممكن نتحكم في كمية الزبدة والسمنة لو حابين ان احنا نقللهم شوية، نتحكم في نوعية الجبن كلها زي ما احنا عايزين. وعامة لو كنتوا معايا لحد دلوقتي فشكرا لكم جدا لمتابعتكم، واشوفكم في حاجة جديدة ان شاء الله.